السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فطيرة الفطاطري بحاجة سهلة وبسيطة، لا هنعجن ولا هنفرد، وهنعملها كمان على العين، وهنقدمها بكذا تقديمة. هنقدمها بالقشطة والمربى، وهنقدمها بالسكر والبودرة، وهنشوفها مع بعض. يلا ندخل الفيديو ونشوف هنعملها ازاي بالطريقة السهلة الجميلة دي. هنحضر الأول، هنجيب السمنة طبعا نوع السمنة اللي انت عايزاها، سمنة بلدي، سمنة العادية اللي انت عايزاها، زبدة براحتك. انا عملتها بالسمنة البلدي عشان بتدي طعم حلو وبتدي طعم اكلنا المصري، بس بطريقة سهلة من غير ما نعجن ولا نتعب ولا نفرد في اي حاجة. واحضر كمان جوز هند، وبرضو السكر البودرة. لو عايزة تحطي مكسرات براحتك، باقي من المكسرات من رمضان عايزة تحطيها براحتك. انا هكتفي بجوز الهند. هجيب لفة الجلاش وهفردها بلفة جلاش، نص لفة الجلاش هنعملها، هتبقى حلوة. طبعا عدد الورق اللي انت عايزاه طلعتها وتسيحيها من الفريزر، تركنيها في قماشة او الفوطة بتاعة المطبخ بحيث ان هي تسيح. وبعد كده نفردها وناخدها، وهنجيب طاسة ندهنها. جبت الطاسة كده اللي انا او الصينية اللي انت عايزة تعملي فيها. انا جبت الطاسة اللي هحطها على النار وهدهنها بالسمنة الاول، ندهنها دهنة حلوة كده. وبعد كده هفرد فيها ورق الجلاش كده، امسكها وادهنها كلها بالطريقة دي. هنفرد فيها ورق الجلاش، نغطي الصينية كلها من كل الجوانب بتاعتها، نغطيها ومش هيهمنا. همكيش ان انتي الورقة اتقطعت او لا، بتيجي اللفات ساعات بتبقى برضو كويسة وفريش، بس هي بتيجي ساعات مقطعة، مش هيهمنا برضو ولا يوقفك حاجة. برضو هنعملها بالطريقة دي اهو. هنمسك كل جوانب الطاسة وهنحط فيها الورق. فأول الأمر مش هدهن أي حاجة، هنكتفي بدهنة الصينية الأولانية، هغلف كل الصينية. الطريقة دي فيها المقطع هخليه لجوه، والسليم طبعا هخليه لبره. كله ده هيتدارى وهتبقى حلوة جدا، هنشوفها مع بعض. بعد ما غطيتها كلها مسكتها كل ورقتين كده بدهنهم برضو بدهنة من السمنة الطريقة دي. وراح احط برضو ورقة تاني وهندهن برضو، وهنسيبها زي ما هي. كله ده يتلم في الاخر، كل ورقتين راح ادهنهم عشان تدي التوريقة الحلوة الطريقة دي. برضو لو حابة تحطي بيكنج باودر مع السمنة حطيها، برضو بتديها هشاشة وتوريقة برضو جميلة، بس حتى لو ما حطيتهاش هتورق وهتبقى حلوة. حطيت برضو رشة جوز الهند، وهحط برضو رشة سكر بودرة. عايزة تستغني وتقللي السكر البودرة برضو بحاجة ترجع لك. انا حطيت رشة خفيفة بين كل ورقتين مع دهنة السمنة. اعمل طبعا تعملي عدد الطبقات اللي انت عايزاها على قد كثافة الفطيرة اللي انت عايزاها. حطي عدد الورقات، يعني ملهاش حد معين، بس براحتك. طبعا لا تبقى خفيفة قوي عشان ما تنشفش، ولا هتبقى برضو كثيفة بحيث ان هي برضو ما تستويش وتبقى مش حلوة يعني كده بوسط مثلا حوالي 7 8 ورقات او 9 و10 ورقات حلوة قوي. طبعا براحتك وتشوفيها العدد وكثافة الفطيرة اللي انت عايزاها. انا محطيت وما عدتش، لكن بصيت بالنظر طبعا كل واحدة والكثافة اللي هي عايزاها كده. وهرشها كل ورقتين دهنتهم، وهرشهم السكر البودرة، وهنلم كل الورق ده على بعضه وهنلفه وهنشوفه مع بعض. الطريقة دي هلم كله لجوه.
لميت كل جوانب ورق الجلاش لجوه، وهنغطيها بالورقة السليمة ونلفها كلها عشان تبقى شكل الفطيرة حلوة. كله ده يتلم، يعني لو كانت مقطوعة او غير سليمة، مقطوعة مش هيهمنا خالص وهتبقى حلوة جدا. شو اتلمت كلها، وكمان هنلفها كلها بورقة تكون سليمة. طبعا اللي على الوش دي تكون ورقة سليمة، تختاريها كده وتحطيها بحيث ان هي تبقى شكلها حلو في النهاية الطريقة دي. وكل الحشو ده هيبقى جميل كده. هنلفها ونفرد فيها لتحت بحيث تتلف كلها. برضو هندهنها سمنة وهنولع وهنشغل كده عين البوتاجاز ورايحين نحطها عليها. سهلة وسريعة وما كملتش 7 دقايق على العين. حطيتها على العين بالطريقة دي. في اول الامر كده سخنتها كده، وبعد كده رحت وطيت وخليتها نار وسط عشان ما تتحرقش وكمان تبقى حلوة وتورق من جوه. بالطريقة دي بحركها كده على نار هادية، بحرك فيها. شوف بتتحرك ازاي، لانها ابتدت خلاص الجلاش على طول سريع اللي هو التحمير بتاعها. طبعا احنا دهنين الصينية زي ما شوفنا الاول كده، وبدخل الحروف حتى عشان ما توقفش، من تبقى ليها شكل حلو برضو وتبقى دايرة الفطيرة شكلها جميل. الطريقة دي طبعا ابتدت صفرت كده وعطت لون ذهبي جميل من تحت زي ما احنا شايفين. همسكها واقلبها برضو على اي حاجة. ان انا عملتها على البورد، هتعمليها على الطبق على البورد، المهم ان احنا نقلبها. دي كانت هتقع مني برضو. شوف شكلها لونها خطير خطير جميلة. هنحطها كلها بحيث ان هي تاخد اللون من الناحية التانية برضو، بس دايما على نار وسط، يعني هادية مايلة كده، وسط مايلة للهدوء. الطريقة دي هجيب برضو 1.5 كوباية لبن، هبتدي اسخنهم، وطبعا هنحط فيهم سكر. طبعا السكر ده حاجة ترجع لك انتي، تبع الكمية اللي انتي عايزاها. هنشربها بقى مش بالسيرب ولا هنشربها بالشربات، هنشربها باللبن. جميلة جدا جدا، يلا جربيها. الطريقة دي هغطيه بس لغاية ما يسخن وكون هي خدت الوش من الناحية التانية، وهنبتدي نشربها باللبن كده. كده اللبن سخن وراح ارفعه وهنزق بيه الفطيرة بتاعتنا. هحط فيه السكر اللي انا عايزاه. طبعا انا حاطه سكر في بين الطبقات من جوه، فانا مش هكتر، حوالي معلقة كده كبيرة هحطها على 1.5 كوباية اللبن، وهنقلبها وهنشربها. الطريقة دي هحط حوالي معلقة كده وهقلبها، بعد كده هنشربها بيها. طبعا لازم يكون اللبن سخن. الطريقة دي جميلة جميلة جدا، تتشرب كل اللبن ده هتتشرب بيه. طبعا بحطها كده بشربها بحيث ان هي تشرب للاخر. خليت شوية برضو لغاية ما تشرب دول عشان برضو ما تبقاش طرية قوي. طبعا عايزاها محمصة شوية، عايزاها طرية جدا، فانتي تبع ما انتي حباها تاكليها ازاي. انا هحط لها حبة حبة لغاية ما هي تشرب شوية، وهحط الباقي. يعني ممكن تاخد منك كوباية انت تلاقيها حلوة في التقطيعة بتاعتك، ممكن عايزة تحطي 1.5 كوباية، دي حاجة ترجع لك تبع الطراوة اللي انت عايزاه. وهنخليها على نار هادية جدا لغاية ما تشرب اللبن كده، وبعد كده ننقلها في طبق التقديم. الطريقة دي شربت كل اللبن، هننقلها على طبق التقديم. الطريقة دي هنقلبها طبعا من الطاسة. جميلة جميلة جميلة. شوف كمان خدت اللون الجميل ومقرمشة لسه برضو من تحت. وكمان راح انا اديها برضو شوية باقي ربع الكوباية اللبن اللي باقية. حطيت 1.25 كوباية على النار، والربع كوباية دي راح احطها كمان عليها
مقرمشة شوية، لكن لو عايزاها تفضل مقرمشة شوية ما تحطيش عليها لبن تاني. هحط كده شوية جمال وهنرشها بالسكر البودرة وهنشوفها وهي بتتقطع روعة روعة. خطيرة، حاجة حلوة وسهلة ومن البيت ومش مكلفة. الطريقة دي فكرنا بأكلنا المصري بس بطريقة سهلة. كده هنقطعها مع بعض، جوس وجميلة خطيرة وطعمها خطير طبعا. ونوع السمنة اللي انت هتحطيها فيها بين الطبقات هي اللي بتحكم الطعم وبتديك الطعم الحلو، سواء زبدة او سواء السمنة. انا حطيتها بالسمنة البلدي وهنشوف قطع برضو منها. دي شوف مبشبشة وجميلة ومورقة والطبقات مفروضة عن بعض، روعة روعة. قدمها هحط بالسكر وهنقدمها كمان بالقشطة والمربى كمان. لو عايزة تحط عليها ايس كريم برضو، الولاد بتحب الايس كريم هتحببها اكتر فيها. هي جميلة مش محتاجة مع القشطة كمان، روعة الطريقة دي. وهاخد برضو قطعة تاني هنرش عليها السكر البودرة كده على الوش. طبعا طريقة التقديم ترجع لك انتي زي ما انتي حابة تقدميها. برضو لو تقدمت على شكلها بنفس الشكل هتبقى برضو طعمها حلو من غير لا القشطة والمربى، بس احنا بنديها غنى كده في الطعم وفي الشكل كمان. هناخد قطعة تاني لك برضو وهي مورقة وهقدمها بالقشطة والمربى زي ما قلتلك. مورقة كل الطبقات على بعض، شكلها حلو ازاي اهي. جميلة جدا. يلا هحط عليها المربى كمان والقشطة. طبعا عايزة تعمليها بوش اللبن القشطة البلدي، عايزة بالقشطة اللي هي المعلبات، طبعا حاجة ترجع لك. دي وهحط عليها مربى فراولة، اي نوع مربى انتي حباها. خطيرة ازاي. وبكده نكون قدمنا حاجة حلوة وجميلة ومن البيت وسهلة. فطيرة الفطاطري بطريقة سهلة من غير ما نعجن ولا نفرد ولا فرن ولا غيره. ويا رب اكون عطيتك فكرة لتحلية جميلة وسريعة بسيطة. في الصيف دايما حابين ان احنا نعمل حاجات بسيطة سريعة، ما نقفش كتير في المطبخ. ويا رب اكون عطيتك الفكرة وتجربيها وتعجبك، ونجربتيها وعجبتك. ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة، والى اللقاء في فيديو احلى واحلى كمان.